سورة المباركة الفاتحة وأهدى ثوابها إلى روح المرحوم العزيز حبيب رحمة الله عليه، مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بغريب أو شهيد فانتبهوني فأنا الصبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد الختل عمدا سحقوني. أقول مولاي أبا عبد الله، هذه الليلة احنا كلنا متجمعون، كلنا جالسون على فاتحة المرحوم حبيب رحمة الله عليه. أقول له مولاي إن شاء الله يعود ليكم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنتم بعد هاي الليلة متجمعين كلكم على فاتحة المرحوم، هذا الشخص اللي كان كل رمضان يتجمع، إذا يسير على خالته، يسير على أمه، يسير على أبوه. هاي السنة بعد أنتم فاقدين هذا الشخص العزيز رحمة الله عليه. أقول في الدار زينة بصوتها وياه، والله وياه يا أبو علي، لا ترفع للمرتغل جثمان، لا تغمضوا منه العيون فإنها كانت لعيني في الزمان أمانة، لا تسبلوا منه اليدين فإنه كانت لعيني ويلي في الزمان
أحيانا وضيعتي أو ما إلي مودعانا حان الرحيل وليته ما حانا لله إنا راجعون لقد مضى جبريل ينعال بالروال إحسانا قوموا حفاة قلب نعشي وليكم وعلى الأكتاف فشيعوا القرآن قد كنت أمي بعد أمي أبي قلبا يفيض محبة وحنانا عد يا علي فمن لزينب بعدكم وويلا والله روحي ملت الهجران تقل يا موت عجل فالحياة مريرة وانسج لزينب بعده الأكفانا أقول ساعد الله قلبك يا مولاتي يا زينب التفتت بنفسها على صدر أبيها باكية أقل دمعاتك يا نور العيون بها قلبي شلون يتحير شلون تقلون بمد من تشيلون النعش تشيلون خافين بالجنازة الولي والله يتحارقون اقلع يا زينب حفظي لي دموعك ترى بعاشور والله تحتاجين الهيا زينب من يوقع للأكبر من يتوذر الجاسم والله من ينفقيد لأخوك حسين ذاك الطفل عطشان تقل لدروب السبيل خلها وياه هالونه والآهات ما تبرد إلي وللحيرة يا ابويا لو قعدونا مسبيا خلي دمع للكوفة وخلي دمع للشام لو صرنا يا ابويا بمجايل سوم او لها الدمع يا ابويا ينصاب تقلك كنا بامان وكلنا بحماك وشلون بين ملجام تدناك والموت يا حدر تعناك وبروح داك والله تتشمت عداك تقل وراهم راحوا والقلب رايح والله وراهم بعد ما يصح يا روحي
بأوين صبحي ومسي. هذه الأبيات إلى روح المرحوم أقول لك جاني رمضان هالسنة الفاقد علينا عزاز، ندور يا حبيب السفرة وينك، والله فقدك يا الشباب شلون جبنا أثاريك انت بالمقبرة نايم، والله قعدت اسولف والله بالمقبرة نايم نايم، اظل يا ويلي بالحيرة علايم، اظل يا ويلي بالحيرة علايم، لكنما الأمر والمرجع لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وأمركم إلى الله، إن الله بصير بالعباد. تعجيلا لفرج مولانا صاحب العصر والزمان، وشمولنا بخفي ألطافه وعنايته، ولقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا وقبول أعمالنا. ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. في حقيقة الأمر أنتم اليوم فاقدين عزيز. هذا الإنسان الذي لطالما كان يعيش عند والديه في كنف والديه، الإنسان الذي كان ربما يصل ساعة أبيه وأمه وخالته وعمته، هذه السنة افتقدت هذا الشخص. الكلام موجه لمن؟ للشباب. إياكم وقطع الأرحام. هلا في أرحامكم، في آبائكم، في أخوانكم. يقول هذا يوم من الأيام أحد الأشخاص قال تراءى في عيني ماذا فقدان أحد الأعزاز، أحد الأشخاص. يقول وما تراءى في حلمي إلا فقدي لابني. يقول أنا أردت أجرب فقد ماذا؟ فقد عزيز علي. يقول إلى أن ذهبت وخلدت إلى النوم تراءى في عيني ماذا؟ أحد الأبناء الذي كنت أوده. يقول إلى أن ماذا؟ إلى أنه كان في دار الدنيا، يعني هذا الشخص ما طلع من الدنيا، بعده موجود في الدنيا، ولكن ماذا؟ أصابه مرض عضال. أنت تخيل عندك ابن 7 سنوات 10 سنوات، هذا الابن يصير له ماذا؟ مرض عضال. الله يسلم أبنائنا وأبنائكم إن شاء الله. يقول هذا الشخص يقول كلما أتينا ناحية ابني أردت ماذا؟ أن أحضنه، أن ألمه في صدري. يقول لا والله شوية يبتعد هذا الابن. لماذا؟ يقول خوفا من المرض الذي في داخله. يقول ساعة إذا أتوا الأطباء أخذوا هذا الابن من عندي، يقول كلما ذهب ذلك الابن قليلا كلما ابتعدت الحسرة في قلبي، تراءت الحسرة في عيني، فقلت والله لفقد الابن أعز وأعز. احنا ما نلوم مولانا الحسن حاشا، عندما جلس على صدر علي الأكبر تمدد في علي الأكبر. احنا لو عندنا ابن ربما نفعل أفظع من هذا. وفي حال من؟ في حال علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه.
ذلك الابن الذي كان بارا بمن؟ بارا بأبيه وأمه. نعم. يقول يوم من الأيام سئل رسول الله صلى الله عليه وآله شخص سأل رسول الله قال أنا تعبان في حياتي، يقول كلما أفعل شيء يتراءى إلي أمر آخر، يقول إذا أردت أن أعمل الخير يتراءى إلي عمل الشر، يقول إذا أخذت شيء ذلك الشيء تحول من نقمة إلى ماذا؟ إلى عقوبة، أو من نعمة إلى نقمة. يقول كلما أفعل شيء يقول هذا الأمر الذي قرأ لي، ماذا أفعل يا رسول الله؟ قل فلان اذهب وقبل ماذا؟ وقبل يد أمك ورجلها وقل لها أن تدعو لك وبر بها. فقال يا رسول الله ألف وحسرة. قال لماذا؟ قال لقد ماتت أمي. يقول أنا بعد وين أروح؟ يقول اذهب عند قبرها وادعو لها واطلب منها أن تدعو لك وهي وين؟ في قبرها. يعني لهذه الدرجة إخواني لا تسكين. بماذا؟ بوصل الأم والأب. إحنا اليوم ندري عندنا أشغال الأعمال اليوم، ربما ماذا؟ ربما هذه الأعمال تبعدك وتنسيك الأهل، ابن عمك ابن خالك، ما عليك من الكلام، يقول لك الأقارب عقارب. لا والله، جربهم بساعة الشدة وشوف الأقارب عقارب أو لا. كلها هذه ماذا؟ كلام تتراءى للإنسان. أيضا الموضوع أنه ماذا؟ حقيقة هنيئا لمن كان بارا بأمه وأباه، هنيئا. اليوم احنا اليوم مجتمعين على فقد عزيز. هذا الشخص كان يصل أباه وأمه وأهلها وجماعة، اليوم وين؟ اليوم هو ما موجود. يجب عليكم أنتم ماذا؟ أن تكملوا هذه المسيرة. لربما أنا أقول فقد هذا الشخص هو ماذا؟ جعلكم أن تتجمعوا في منزل واحد. اليوم الناس ايش تدور هاي اللمة إخواني؟ مثلا ما موجودة عندنا هاي اللمة قليلا. لماذا؟ ظاهرا الإنسان يقول عندي عمل، ترى العمل ما يخلص والله، وأنت داخل قبرك العمل ما يخلص. لذلك الإنسان دائما نقول ماذا؟ أنها دار فناء. دائما الإنسان يسأل هل هذه الحياة فانية بعد ما لنا أمر آخر؟ لا إخواني، هي ماذا؟ الدنيا فقط فناء، أما هنا ماذا؟ انتقال من عالم إلى عالم، من هذا الدار إلى ذلك الدار. وإحنا اليوم ليش نتزود بأعمال الخير؟ لماذا نجعل جل حياتنا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ لأنهم هم من يوصلون إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا نجعل في أعيننا وأن يكون ماذا؟ نشاط إيجابي في داخل أجسامنا. إحنا اليوم دائما جل ما نعرفه فيه عقوبات كثيرة هو ماذا؟ أكل مال الحرام. لا تلبس من مال الحرام إخواني أبدا، لا تغرك هذه الدنيا. أعطيك مثال على هذا الأمر. اليوم الإنسان عندما يريد الزواج، هذا الزواج، الإنسان الذي مقبل على الزواج أكل الله في مالك. لماذا؟ إذا أنت اليوم رحت إلى وين؟ إلى بنك ربوي. هذا البنك الربوي ترى والله إخواني إحنا صحيح دائما يقول الشباب كلمة واحدة ومعروفة عند الجميع، على أنه من أين نأتي بالمال؟ من وين نأتي بالمال؟ اليوم إذا كانت تربيتك ونشأتك صحيحة المال سوف يأتي بالحلال. لذلك عندما تريد أن تدفع المهر لتلك المرأة المسماة عليك، ادفع لها من وين؟ من جيبك، من نفقتك، ما تدفع من وين؟ من المال الربوي. لماذا؟ لأن هنا أنت راح تكون نطفة حسنة، نبتة ماذا؟ طيبة، باقي الأمور ماشي مشكلة. لأن ماذا؟ لأن ما نعيشه الآن يحتاج هذا الأمر.
ولكن عندما تريد أن تنبت نبتة حسنة نبتة طيبة يجب أن تجعل كل مالك ماذا؟ حلال. لا تدخل في مسألة الحرام أبدا. لماذا؟ لأنه الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ أو الرسول صلى الله عليه وآله يقول ماذا؟ حتى إبليس لا يقبل ماذا؟ ذلك الشخص الذي أكل مال الحرام يذهب إلى الله فالله يخرجه من رحمته، ويذهب إلى إبليس، يقول حتى إبليس لا يقبل في من؟ في مال أكله حرام، وهو الذي أقسم ماذا؟ لأغوين. إبليس يصور لنا الدنيا ماذا؟ كبيرة في عيننا. لذلك أبدا إخواني لا تتراءوا عن ماذا؟ عن صلة الأرحام مهما حدث في هذه الدنيا. خصص لك ولو مدة 10 دقائق في يومك، لو مدة 10 دقائق. اليوم أدخل عند خالتي، باكر أدخل عند أمي، اللي بعدها عند أبويا. فإحنا هاي الدنيا سريعة إخواني. اليوم تركض هذه الدنيا، هاون مين؟ تروح من أعمارنا، ما تروح من شيء ترى، تروح من أعمارنا. ربما اليوم إحنا نشوف أمنا وأبونا، باكر بعد ما نشوف. ربما هم الذي يفقدونا، إحنا اللي نروح من هذه الدنيا قبل أن يذهبون. لذلك على الإنسان يجب ماذا؟ مراعاة حقيقة هذه الدنيا. هذه الدنيا كلها زائفة، كلها زائلة. اليوم إحنا جمعتنا ويا أصحابنا ويا أخوتنا ويا أهلنا ويا جماعتنا. لماذا؟ إحنا شو نريد من هاي الجماعة؟ لا نريد شيء، إنما نريد بها رضا لله سبحانه وتعالى ولرسوله الكريم. جل مدارس أهل البيت ماذا؟ يوصونا بأخواننا، بأمهاتنا، بآبائنا. اليوم إحنا في صريح العبارة نقول على أن من تخرج من مدرسة أهل البيت يراعي حقوق من؟ والده. إحنا ما عندنا واحد تخرج من مدرسة أهل البيت، من مجالس أهل البيت، وهو غير مراعي لوالده أبدا. ما عندنا هذا الموضوع. لذلك يجب على الإنسان أن يراعي هذا الأمر. أيضا زيارة القبور. اليوم إحنا دائما نسمع إخواني إحنا في زمن غربلة. زمن غربلة، تدرون شنو معنى زمن غربلة؟ يعني يجب على الإنسان أن يثقف نفسه. يجيك واحد يقول لك أنت جاي تزور القبر، شو ينفع لنا؟ شو ينفع؟ ما إحنا اليوم نشوف اليوم مجتمعات تخلت ما إن دفن ذلك الشخص، تخلى عن مجتمعات موجودة معنا نعيش بها. يقول لك أنا إذا أذهب إلى أمي شي فيها؟ هي ماتت وليت خلاص انتهت. ولكن مجتمعاتنا لا، إحنا ذلك الشخص مهما ذهب عنا سنين نرجع إليه ونقرأ الفاتحة دائما ماذا؟ عند قبره. أيضا إذا زيارتك إلى قبر ولدك أو والدتك أو أخاك كأنما أنت أعطيتهم هدية الماء. لا تبخل على الميت أبدا. هنالك روايات تدل على هذا الأمر، على أن روح الميت يوم الجمعة ترفرف على ماذا؟ على منزله. ترفرف على منزله، يقول له فلان تعال اقرأ على قبري، فلان اقرأ لي الفاتحة، فلان اعمل لي مجالس، فلان إلى أن ماذا يقول؟ تصدق علي ولو بعظم. شوف إلى أي درجة إخواني. لا نستهين بالموت، لا نستهين بهذا الأمر أبدا. لذلك يجب على الإنسان أن يجعل هذا الأمر ماذا؟ في نصب عينه. أيضا إذا يوم من الأيام ذهبت إلى قبر عزيز أو قبر حبيب، اغمس جميع ماذا؟ أصابعك في قبره واقرأ الفاتحة وإنا أنزلنا. روايات إخواني موجودة، يجب على الإنسان ماذا؟ أن يتبين فيها، لأن احنا مجلس ومجلسين ما يكفينا على هذا الأمر.
أيضا يقول أنه يرفع عنه العذاب. عن من؟ عن ذلك الذي في القبر. ونحن ماذا؟ بحاجة إلى من؟ إلى هذا الأمر. يعني الإنسان يجب أن يجعل هذا الأمر دائما في عينه. أيضا اليوم الإنسان إذا جعل له صدقة خير، إخواني صدقة خير، أنا أعطيك حلا ما، وأنا القاصر طبعا بينكم، أعطيك حلا ما. إحنا اليوم دائما نستكثر ماذا؟ الريال. الريال الواحد هذا، الريال فوق الريال ايش يسوي؟ 10. صحيح أو لا؟ لذلك أنت تخصص من مالك من راتبك. أنا أقول هذا الكلام للشباب الموجودين إخواني، لأن ماذا؟ يهمني أمركم، أنتم إخواني، أنتم اليوم ما راح تطلعون من عندي. لذلك خصص ولو مبلغ ريال واحد. ذلك الريال ربما يدخل الفرح على من؟ على ذلك الفقير الذي سوف تعطيه. لا تقول هو محتاج للريال، لا، ربما يكون محتاج فيه. فلذلك يجب على الإنسان أن يعي هذا الأمر. أيضا مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام، هذه المدرسة العظيمة الذي في يوم من الأيام الكل يعرف قصته المشهورة عندما ذهب يطبخ الطعام في ذلك المنزل. مولانا علي بن أبي طالب، وما أدراك ما علي بن أبي طالب. لذلك إحنا ماذا نتعلم منهم دائما. رحمك الله يا أبا الحسن، يقول لما حضرت أمير المؤمنين الوفاة قال للحسن والحسين ادوا. دائما الآب عندما يريد الرحيل من هذه الدنيا يقول لماذا؟ يقول لأبنائه ادنوا مني قليلا. لماذا؟ يريد أن يوصيهم بوصايا. فإخواني دائما اجعلوا الإنسان ماذا؟ في أنصب العين. دائما الإنسان يجب عليك عندما يذهب ذلك الشخص وينتقل من هذا العالم إلى عالم آخر، يجب ماذا؟ يجب على الإنسان أن يعي هذا الأمر. دائما يجب أن يعي هذا الأمر إخواني. أيضا الأمر الآخر الذي يجب على الإنسان أن يفعله في موت العزيز، أول ما يرحل تسأل ماذا؟ تسأل هل هنالك عليه دين أو لا. ترى هذا الدين إخواني بعد ما يروح من عنده إلا يجب أنت أن تسأل. لا تقول لازم الآب، لا، ولازم من الآب. يجب عليك من الآب، من الأخ، من الصديق، من أي شخص يجب عليه ماذا؟ أن يعي هذا الأمر. فلذلك أول أمر من مولانا أبو الحسن عليه السلام قال للحسن والحسين إذا أنا موت فاحملاني على سرير. يقول له حسن هلا بأخوك حسين. يقول له حسن إذا أنا مات فاحملاني على سرير، ثم اخرجاني واحملا مؤخر السرير، فإنكما تكفيان من المقدمة، ثم آتيا بي إلى الغريان أقل دارك يا ابويا، دارك مسد حزينة والله كلش موحشة صارت علينا، والله من بعد وجهك يا غالينا بالنوح والحسرة، والله بقينا تقلنا يا وصفة وجهك غاب يا ضوى العين، ومفقود صوتك هالمسية يا علي ابويا شلون بيا
صارت صديق ما ترد لي تقول له اشتاق شوفتك والله ما بدي ويا شوفتك وجهك علت بويا علي بس لو يمر بالطيف وجهك علي ولحظة للوالي يقعد معانا يقول له وداعة الله يا غالي هالليلة آخر ليلة أبويا يا شمعة منزلي يا ريت أنا وياه يقول له ايش يسوى العمر ما بينا أحمد والقبر ماخذ كل هليه منه البقالية نعم عرق جبين الإمام جعل يمزح وقال له ولده محمد بن الحنفية أراك تمزح جبينه قال يا بني اعلم إني سمعت من رسول الله يقول أن المؤمن إذا نزل به الموت عرق جبينه وسكن أنينه وأسبل يديه ورجليه وأغمض عينيه ثم أدار الإمام عينه إلى ابنه الحسين قال في أمان الله في دعة الله ثم طابت روحه الطاهرة صح ونادي وإماما صح ونادي وسيدا يقل السهري عيوني من عقب الأحباب من كثر شوقي مني القلب ذاب أقول محال من فقد العزيز لسان من فقد هذا العزيز الذي اجتمعنا هذا اليوم بسببه تقول أم محرومة من النوم يا ولادي من نذكر أحبابي عين أغلي تقول له ودي أزور المقبرة وتالي يا ولادي تجيني لو مر بالحليم أتمنى يحضروني أقول له يا حبيب هاي رمضان بس ما جاب الأعزاز الكانوا كل سنة ويانا يصومون خايب شقد حلوة قبل لمة الإفطار كل من يمعزين يا حبيب يا ابوي يقعدون ولك يمكن لو اجى رمضان الجاي هم ذكر نصير ويال يذكرون قبل كانوا ويانا ويحلى رمضان هسه على الدرب صاروا ينامون والله
والله بجينا وداعتك غطتنا الهموم، المثلك يا حبيبي اليوم شي يجيبه، فقدناك وحزنا وشكتب عليك، أنا المفروض أكتبك شيبة شيبة، صح زلمة وكبير نقول بس حيدة، حبيب شكبره بس ناصر حبيبه يا ابويا يا ابويا، ما لايق عليك الموت ومو حلو التابوت، ويا ما لايق عليك ومو حلو التابوت، بالعباس وصف مثلك انخسره، قل ابويا ترى الاخ ترى الاخ ترى الاخ تشفي القلب يا اخوتي، والله ترى الاخ ترى الاخ ترى الاخ قلبي من الهم والحزين، والله ترى الاخ بس الاخو يعرف اخيه، قل له يا حبيب مو حنين مو حنين مو حنين مو حنين، والله مو حنين المقبرة مو حنين يا حبيبي مو حنين، والله مو حنين المقبرة والدرب يا حبيب، والله مو حنين مو حنين مو حنين ثار الناقة طلعت، والله مو حنين كانوا وخت من مراكبينه، كانوا وخت من ويا يا حبيب مو حنين مو حنين مو حنين مو حنين، والله مو حنين تعال لنا وتمر لنا، والله مو حنين مو حنين درب المقبرة لنا، والله مو حنين مو حنين اقعد على الدار، الموحنين الموحنين لسان حال من فقد هذا العزيز عندما يقف عند داره، يقول ابويا اشوفه من تمشي وياي، دار المقبرة مدفونة بالحجرة وياي، اقول له شلون تغمض عين ابوك شلون، وشلون بالي امك تنام، اثار المقبرة بالبيت تنام، يا الله يا الله يا الله يا الله، يا من لا يقال لغيرك يا الله، يا الله يا الله يا الله، يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف كربنا بحق أخيك الحسين. إخواني هذه وصية أوصي بها الجميع جميع الحاضرين القادرين، أنتم أخوكم عزيز عليكم، ها
اذكروه كل يوم عند ماذا؟ عند الإفطار، اذكروه دائما، ولو بماذا؟ ولو بمجلس قليل، مجلس قليل يهدى إلى روحها. إن شاء الله نتمنى أن الله يرحمه ويجعله مع محمد وآل محمد بفضل هذه الأيام المباركة الشريفة. يا الله، يا من لا يقال لغيرك يا الله، إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. سيدي ومولاي فك كل أسير، رد كل غريب، اقضي حوائج السامعين، حوائج المؤمنين والمؤمنات للدنيا والآخرة. ارحم موتاي، موتى الحاضرين، موتى المؤسسين لهذا الجمع، ومن لا ذاكر لهم من المؤمنين، لا سيما شيعة أمير المؤمنين، ثم إلى روح المؤمنين والمؤمنات خدمة الحسين، وإلى ضريح سيدنا ونبينا محمد المصطفى، وإلى روح أم المؤمنين خديجة الكبرى، وإلى روح وضريح سيدنا ومولانا علي المرتضى، وضريح مولاتنا فاطمة الزهراء، وإلى روح وضريح الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وإلى أرواح وضرائح الأئمة النجباء صلوات الله عليهم أجمعين، وإلى أرواح الأنبياء والأوصياء والصالحين والشهداء، وإلى روح وضريح الفقيد الشاب الذي فقدناه حبيب رحمة الله عليه. وأيضا هنالك شباب فقدناهم ذهبوا من هذه العائلة رحمة الله عليهم، أيضا لا ننساهم من الدعاء. اللهم أحل روحهم في محال الأبرار، تغمدهم بالرحمة آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت رزقته وأنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته. اللهم تقبل منا هذا القليل واجعله هدية واصلة ورحمة شاملة إلى روحه وأرواح المسلمين. اللهم اجعل في قبرهم الضياء والنور والفرح والسرور والمسك والكافور. انقلهم اللهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور في طلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرشا مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والمرسلين والصديقين وحسن أولئك رفيقا يا ديان يوم الدين. تغشاه اللهم بالرحمة والمغفرة، تغشاه اللهم بالروح والريحان، واجعله في أعلى فراديس الجنان مع محمد وآله الأطهار. ورحم الله من يقرأ لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات. موتتك مو سهلة لي يا علينا، غيبتك صعبة علي يا علينا، موتتك مو سهلة لي يا علينا يا علينا يا علينا صدرك، موتتك مو سهلة لي يا علينا، غيبتك صعبة علي
ابويا عفتنا وانت تدري بهالدهر الشر شملنا صعب ابويا تهرب من ضمك عنا صعب ابويا تهرب ضمك عنا هاي ابويا بشهر رمضان رايح هاي ابويا القلب ذبلان طايح هاي ابويا طيحتك حامي قوية هاي ابويا يا علينا يا علينا موتتك مو سهلة يا علينا موتتك صعبة علينا يا علينا غيبتك صعبة علينا يا علينا يا علي ذبلة سنين العشتين في حنانك بويا ناخذتك بعد ترجع مكانك مو صرت جمرة وجن في زمان بغيابك انكسر ظهري يا حيدر بغيابك السهر بعيوني خضر في غيابك دمعتي تنزل سبيل بغيابك يا علينا يا علينا موتتك مو سهلة يا علينا غيبتك صعبة علينا يا علينا غيبتك صعبة علينا يا علينا هذا البيت بويا يا عيد اليمرني وانت ما في لا يجيني ولا يصل عنوان باقي وانقلب عاشور ومهيج مصافي لا تجينا يا فرح تشعل حزننا لا تجينا لو بعد تحرق جمرنا لا تجينا واليتم نازل بلينا لا تجي يا علينا يا علينا موتتك مو سهلة يا علينا غيبتك صعبة علينا يا علينا غيبتك صعبة علينا يا علينا آخر بيت والله مليت البعد أحضر شوية روحي خلصت والهجر كبرني مية أبويا ليش الموت ضم شخصك علي يا وداعك شاعل قلوب اليتامى يا وداعك مو كسر جرح الحمامة يا وداعك في هجر ما بي جي يا وداعك يا علينا يا علينا موت
الحمد لله